الموسم التاني من هاوس اوف ذا دراجون اتكره من اغلب الناس، والحقيقه هما معاهم حق. نهايه الموسم كنت تحسها حلقه تامنه من اصل 10 حلقات، مش حلقه اخيره او تريلر عباره عن 70 دقيقه للموسم التالت. والمشكله اننا هنقعد سنتين تانيين نستنى الموسم التالت. للناس اللي عجبهم الموسم فما تفهمنيش غلط، الموسم كان فيه حاجات حلوه وهتكلم عن ده خلال الفيديو، ولكن لما تبص للباكج على بعضها فهتبتدي تفكر هو ده فعلا اللي كان متخطط له، لانك تحس انهم كانوا مخططين لحاجه تانية ولكن ده اللي طلع معاهم. هنتكلم في النقطه دي تحديدا خلال الفيديو، لان الاحداث اللي في الموسم مش وحشه، ولكن الثمان حلقات دول كانوا ممكن يتعملوا في اربعه، فاهمني؟ وكانوا هيبقى احلى بكتير. عكس تماما نهايه جيم اوف ثرونز. انا مشكلتي مع نهايه جيم اوف ثرونز ان الست حلقات دول كانوا المفروض يتعملوا في 30 حلقه. المهم الفيديو ده هنناقش ايه اللي خلى الموسم الثاني من هاوس اوف ذا دراجون يظهر بالشكل ده، وازاي ممكن يصلحوه في الموسمين الجايين. قبل ما ابدا بس خليك عارف ان الفيديو ده مش سكريبت زي باقي فيديوهاتي، يعني انا بتكلم بشكل تلقائي ومش قدامي كلام بقرا منه، فممكن الفيديو يطول شويه، استحملني معلش، بس لان ده هيكون اخر فيديو على القناه عن المسلسل ده لفتره من الوقت، فعاوز اقول كل الكلام اللي عندي، فاحتمال يكون اطول فيديو على القناه لحد لحظه عرض الفيديو ده، او اقصر فيديو معرفش، ومش هبقى بتكلم بسرعه للناس اللي بتتضايق من النقطه دي. وكده كده هتلاقي تقسيمه الفيديو في الديسكريبشن لو حابب تروح لنقطه معينه، اما لو هتشوف الفيديو كله فاخويا والله يعمل لك حاجه تشربها وتعالى نتناقش سوا. وطبعا الفيديو ده فيه حرق الموسمين الاول والتاني، يعني مش محتاج اقول، ولما اجي اتكلم عن توقعات الموسم التالت هقول لك قبلها، لو حابب تسكيب الجزء ده تجنبا لحرق احداث مستقبليه فاعمل لايك وسبسكرايب لو لسه ما عملتش، ويلا نبدا. مسلسل هاوس اوف ذا دراجون المسلسل المشتق من عالم جيم اوف ثرونز، واللي احداثه قبل مسلسل جيم اوف ثرونز بحوالي 170 سنه. المسلسل نجح بشكل كبير لما اتعرض في 2022، واثبت ان السلسله تقدر تكمل عادي حتى بعد فشل الموسم الثامن من جيم اوف ثرونز. نجاح الموسم الاول عمل هايب كبير للموسم الثاني، خصوصا بعد نهايه الموسم الاول اللي كانت كليف هانجر عظيمه لما رينيرا اكتشفت موت ابنها، فكنا مستنيين حرب ضخمه في بدايه الموسم الثاني. بس على الرغم من كده الموسم الثاني فعلا كان فيه حاجات كويسه، تعال نتكلم عنها. اول حاجه، انا فعلا حبيت الموسم الاول من المسلسل. كواحد من محبين عالم جيم اوف ثرونز ومحبين الروايه كمان، فانا كنت مبسوط فعلا ان انا بشوف عالم ويستروس بيرجع تاني للمسلسلات. وكان فعلا الموسم الاول حلو، لان بعد نهايه الموسم الثامن من جيم اوف ثرونز الواحد كان متضايق. فاحنا شفنا الموسم الاول من هاوس اوف ذا دراجون، وشفنا نهايه الموسم اللي كانت فعلا محمسه للموسم الثاني، وكان بالنسبه لي اكتر مسلسل انا مستنيه خلال السنه دي. وخصوصا في الموسم الثاني النص الاولاني من الموسم كان حقيقي حلو. يعني اول اربع حلقات كانوا جامدين فعلا، حتى لو الحلقه الثالثه كانت وحشه وفيها مشهد من اسوأ المشاهد اللي في الموسم اللي هو بتاع اليسنت ورينيرا، بس انا كنت مبسوط. يعني الحلقه الرابعه نستني الحلقه الثالثه اساسا، اللي هي كان فيها معركه روكس ريست. فانا من وجهه نظري ان اول اربع حلقات في المسلسل هم احسن اربع حلقات في الموسم اصلا، لان في بدايه الموسم كان عندنا مشاهد حقيقي مميزه، زي مثلا لما كنا بنشوف رينيرا لما راحت ستورمز اند عشان تشوف جثه ابنها وتدور عليها، كان مشهد عظيم. وديمون لما كان بيكلم رينيس على موضوع انها كانت تقدر انها تقتل الخضر في لحظه، بس هي ما عملتش كده، فكانت لو كانت قتلتهم كان زمانها منعت موت لوك. فاللحظات دي كانت حقيقي مميزه في بدايه الموسم، الناس ممكن دلوقتي تكون نسيتها. حتى مشاهد ايدن في بدايه الموسم كانت حقيقي حلوه، انا حبيت ايدن من الحلقات الاولانيه في الموسم. كتابه شخصيته في البدايه ومشاهده كانت حلوه، رغم ان الواحد بعد الموسم الاول كان متوقع ان هو عمره ما هيحب شخصيه زي ايدون ده. ومن وجهه نظري ممثل ايدون هو احسن ممثل اساسا في الموسم الثاني بشكل عام. والتحول اللي حصل في الشخصيه ان هو لما راح معركه روكس ريست من غير ما حد يقول له بس راح عشان يستعيد كرامته، دي كانت برضو تحول جيد في المسلسل. يعني انا ما كنتش متضايق خالص من اول اربع حلقات، وكنت فعلا متفائل بعد اول اربع حلقات، رغم ان الناس بعد الحلقه الثالثه قعدوا يقولوا المسلسل وحش وبتاع وكده. ممكن انا برضو عشان زي ما قلت لك شخص محب للمسلسل ومحب للعالم بشكل عام، فانا مش اكتر شخص متضايق يعني. وتعالى نتكلم شويه عن ايدون. ايدون كان شخص بيتم تجاهله من والده فيسيريس، وكبر وهو شايف نفسه محدش بيحبه ومحدش عايزه، لدرجه ان هو كبر وهو اصلا كان شايف ان هو ما يستحقش ان هو يكون ملك. وحتى لما بقى ملك وكان عايز فعلا ان هو يكون ملك كويس، وده ظهر في كذا مشهد، الموضوع ده كان بيتم تجاهله من اوتو والخضر بشكل عام، ان هم كانوا مش عايزينه يبقى ملك كويس، لان هو لو بقى ملك كويس مع العامه او مع الشعب دي حاجه وحشه. ولما تشوف طريقه تعامله مع ابنه لما كان بياخده معاه المجلس وبتاع، الحاجات دي كلها بتضيف عمق لشخصيه ايدون، ممكن تكون اصلا مش موجوده في باقي الشخصيات في الموسم، ما عدا شخصيه تانية هتكلم عنها كمان شويه. ان ايدون كان عايز يكون اب كويس، لانه ما حصلش على مشاعر ابويه خلال الموسم الاول بشكل حقيقي، فهو كان عايز يعوض ده لابنه. ومن ضمن برضه مميزات المسلسل بجانب ايدون، عندنا شخصية اوتو وشخصية ايموند، على الرغم من ان اوتو احنا خسرناه من اول الموسم، ودي كانت حاجة سيئة جدا في القصة ان اوتو ما كانش موجود اصلا خلال الموسم. الخطوط بتاعت هيو وأولف وآدم كانت برضه متقدمة بشكل كويس خلال المسلسل، والناس اللي كانت بتقول في أول الموسم إن ده مضيعة للوقت إن في المسلسل جايبينهم كل ده على الشاشة دي مضيعة للوقت وبتاع، عرفوا إن في النهاية دي مش مضيعة للوقت. وأنا فعلا حبيت الخط بتاع آدم وأولف وهيو، حتى لو أنا كرهت أولف في نهاية الموسم، بس خلال الموسم الخط الزمني بتاعه كان حلو، او الخط الدرامي اقصد مش الزمني، سوري. وطبعا عندنا مشاهد الاكشن، خصوصا معركه روكس ريست اللي كانت حقيقي اخراجيا عظيمه.
فيها سينماتوجرافي مش طبيعية ومشاعر مش طبيعية، وشكل التنانين وهي بتتخانق مع بعض انت فعلا بتفهم معنى كلمة رقص التنانين، ان هما بيلفوا مع بعض كده في السماء وبينفخوا النار على بعض كأنهم ماسكين بعض وبيرقصوا. فعلا كان لا يعني معركة روكس ريست بشكل عام حرق، وهي طبعا هي افضل حلقة في الموسمين في التقييم، يعني هي اكتر اعلى حلقة تقييما، وهي فعلا تستحق. واخر حاجة عايز اتكلم عنها في المميزات هو ايموند، وده هنتكلم عنه شوية. ايموند احنا عارفين ان هو شخصية معقدة، وحصل له تحول كبير من ان هو كان محارب عادي لدرجة ان هو يحرق اخوه علشان يحصل على العرش. فانا في الكام دقيقة الجاية دول هحاول ان انا اتكلم عن شخصية ايموند من وجهة نظري الشخصية، يعني ان ايموند وهو صغير هو اصغر واحد في اخواته، فكبر وهو شايف ان كل اللي حواليه بيبصوا لايدن لان هو الكبير، والهيلينا لان هي هتبقى الملكة والمفروض انها تتجوز اخوها اللي هو ايدن، وهو ايموند بقى في النص تايه ملوش مكان، على الرغم من انه كان باين ان هو اكتر واحد ملتزم، حتى اكتر من ايدن طبعا، لان ايدن كان بيشرب وبينام مع البنات والخادمات وبتاع، ولكن ايموند كان بيتعلم ازاي يحارب وبيتعلم ازاي يركب تنانين، وحتى هو اللي وافق ان هو يتجوز اخته هيلينا، لان ايدن في الموسم الاول لو تفتكر قال على هيلينا انها غريبة الاطوار. فكان ايموند دايما عايز ان هو يثبت نفسه، ان هو زي ما قلت لك يتعلم طرق القتال، يتعلم تكتيكات الحرب، ان هو راح روض فيجار اللي هو يعتبر اكبر تنين في ويستروس كلها. والموسم التاني ورانا ان كمية التنمر اللي هو اتعرض له من اخوه ومن الناس كلها عموما خلته يفقد اعصابه. واعتقد ان النقطة اللي خلته يفقد اعصابه فعلا هي لما ايدون اهانه لما كان في بيت الدعارة ده، لما كان قاعد نايم على حجر الست وايدون دخل عليه وبتاع. اعتقد دي النقطة اللي حولته فعلا، لان الحلقة اللي بعدها على طول لو انا فاكر صح في الترتيب الحلقات يعني ايموند كانت حلقة روكس ريست، فايموند راح هاجم ايدون في الحلقة اللي بعدها، وكان واضح ان هو فعلا عنده رغبه ان هو يقتل اخوه. ولو تلاحظ ان هو في تشابه بين القصتين، بين قصه ايدرين وايموند وبين قصه فيسيريس وديمون، ولكن طبعا ديمون ما فقدش اعصابه زي ايموند، يعني الموضوع ما وصلش للضروره دي مع ديمون، ولكن ان الاتنين عايشين في ظل اخوهم الكبير. وفكره ان ايموند هو الراكب بتاع فيجار فده بيديله احساس ان هو لا يقهر، ولكن احنا في نهايه الموسم الثاني شفنا ان هو فعلا باين عليه الخوف، لما شفناه وهو بيشد هيلينا وبتاع ده باين عليه ان هو خايف وقلقان فعلا، واحنا ما كناش بنشوفه كده خلال المسلسل بشكل عام. فانا مش هطول في النقطه دي، بس زي ما بكلمك ايموند طفولته والتنمر اللي اتعرض له، وان هو خسر عينه وهو صغير، وان هو كان الاخ الوسطاني اللي هو في اخ اصغر منه اللي هو ديرون اللي هو احنا ما شفناهوش في المسلسل لحد دلوقتي، واخوه واخته ايدون وهيلينا الاتنين اكبر منه. وزي ما بيتقال القشة التي قسمت ظهر البعير، اللي هي نقطة لما ايدون راح اتنمر عليه في بيت الدعارة. النقطة دي هي اللي حولته بقى بشكل تام، ومن بعدها واحنا شفنا ايدون سوري انا متلخبط بين الاسمين. من بعدها واحنا شفنا ايموند مغير تماما عن اللي احنا عارفينه من بداية المسلسل. وبمناسبة ديمون، فاحنا لو انت مركز في المسلسل هتاخد بالك ان ايموند بيحب ديمون وبيحترمه، من خلال حتى مشاهد في الموسم الاول لما ديمون وقف قدامه لما كان بيهاجم ولاد رينيرا وبتاع. هتاخد بالك ان ايموند فعلا بيحب ديمون. فهما كانوا كلمتين صراع كده عن ايموند وعن طريقة تفكيره وايه اللي وصله للي هو فيه ده. بس فتعالى بقى دلوقتي نتكلم عن العيوب وهي اكتر بكتير من المميزات بصراحة. اول مشكلة هي سرعة الاحداث، ان على الرغم من ان هي احداث فعلا كويسة، ولكن انت بتحس ان الاحداث مكررة وبطيئة بشكل مش طبيعي. انا من عادتي لما كنت بسهر عشان اتفرج على حلقات جيم اوف ثرونز الاخيرة، المواسم الاخيرة يعني، او حلقات هاوس اوف ذا دراجون الموسم الاول، الواحد كان بيبقى قاعد حتى لو انت بتتفرج الفجر، الحلقة بتنزل الساعة 4 الفجر، الواحد كان بيبقى قاعد مستني الحلقة وقاعد عينه ما بتغفلش. لكن الموسم ده انا والله العظيم كنت بنام على نفسي، ودي حاجة ما كانتش بتحصل لي في المواسم اللي فاتت، سواء من هاوس اوف ذا دراجون او من جيم اوف ثرونز. هتشوف رينيرا على دراجون ستون ما بتعملش حاجه غير ان هي بتتكلم نفس الكلام مع نفس الناس، وديمون في هارين هول ما بيعملش حاجه غير ان هو بيحلم. وانا فعلا متفاهم الناس اللي عمالين يقولوا ايه اللي بيحصل لديمون في الموسم ده. انا شخص بيحب ديمون، انا بحب ديمون من الروايه وبحب ديمون في المسلسل، ولكن اللي حصل مع ديمون الموسم الثاني شيء شيء سيء يعني. انا اسف لو صوتي بيعلى شويه، بس انا من حبي في المسلسل ومن حبي في القصه والعالم بتاع جيم اوف ثرونز بشكل عام، فانا بتضايق لما هم يعملوا حاجه سيئه زي كده. انا لو كنت بعمل فيديوهات في الموسم الاخير من جيم اوف ثرونز، انا كان زمان صوتي جايب اخر الشارع يعني. فاحنا بنشوف ديمون خلال المسلسل عمال بيعاني من الاحلام والرؤى، ان هو بيشوف نفسه عايز يبقى الملك، وان هو مش عارف بيشوف اخوه وهو بيقول له التاج ده وحش اوعى تقرب منه اوعى
ويصحى من النوم تايه وبتاع، و8 حلقات بقى على الوضع ده. وعلى الرغم من كل ده فماشي، احنا نهاية ارك ديمون في المسلسل او في الموسم الثاني بالتحديد نهاية جيدة، ان هو خلاص قدر يجمع جيشه وخلاص بقى هنشوفه بقى في ارض المعركة. ولكن اللي حصل له علشان يوصل للنهاية دي ما كانش المفروض انه يحصل في 8 حلقات، كان ممكن يحصل في 4 حلقات يا سيدي. يعني مش هقول لك حلقتين 4 بس، ليه 8؟ ولا يعني ممكن حد يقول لي مش 8 ومش عارف راحوا هما 7 حلقات، بس حتى لو 7 ما كتير 7 برضه. والناس اللي طلعت اتكلمت على رؤية ديمون الأخيرة لما شاف فيها الوايت ووكرز ودينيريس وكده، وإن شكل الوايت ووكر اللي ظهر كان شكله عبيط، بس أنت لو شفت الصورة بتاعته من وراء الكواليس يعني فهو كان شكله كويس. هي بس أعتقد إن الفكرة كانوا مستخدمين عدسة للكاميرا، عدسة مش مظبوطة أو حاجة زي كده. والناس اللي قالوا هو ده النايت كينج ومش عارف، لا هو مش ده النايت كينج ده أولا يعني هما ما جابوش سيرة إن ده النايت كينج، ده وايت ووكر من الوايت ووكرز عادي زي اللي جون سنو حاربهم والناس دي. فهو بس شكله في التصوير كان شكله فعلا مش طبيعي تقريبا بسبب ان هم استخدموا عدسه خاطئه. ونفس الكلام على كورليوس فالاريان، زي ما دايما احنا ما شفناهوش بيعمل حاجه غير انه بيحلم، كورليوس فالاريان ما شفناهوش بيعمل حاجه غير انه واقف قدام المركب، ما راحش مكان اخر تقريبا يعني غير بس لما شفناه كان حزين على مراته رينيس. ده كان مشهد ممكن يتعمل احسن من كده، بس هما ما قرروش ان هو يعملوه يعني احسن من كده. واحنا عارفين اللي قاريين الروايه ان مستقبله في القصه مستقبل مهم، بس هو الموسم ده كان فعلا مش افضل حاجه يعني. عندك برضو رينا في الوادي، يعني كانت حاجه مريبه جدا بصراحه الخط بتاع انها بتدور على شيب ستيلر وعماله تجري وبتاع، حسيته كان اطول من اللازم. انا مش يعني انا حتى دلوقتي مش متذكر هو اخد قد ايه، بس انا ممكن اقول لك اخد 3 حلقات مثلا، رغم ان هو ممكن يكون اخد حلقه واحده. بس فعلا كان شكله طويل، اخد وقت اطول من اللازم بكتير قوي. حتى لو في النهايه تمام رينا عرفت تروض شيب ستيلر نهايه الارك كانت تستاهل، ما كانتش تستاهل كل اللي هي اخدته ده يعني، لا كان ممكن يتعمل في وقت اقصر من كده شويه. وطبعا ده معناه ان احنا مش هنشوف نيتلز في المسلسل اللي هي موجوده في الروايه، فهنشوف رينا المواسم الجايه هتبقى عامله ازاي مع شيب ستيلر. ناحيه الخضر فما كانوش اسوأ حاجه بصراحه، ممكن اليسنت بس ان هو المسلسل كانوا مصورينه من حتى البوسترات بتاعته ان هو الخضر ضد السود، بس اليسنت اللي هي المفروض زعيمه الخضر في المسلسل كانت باينه انها كيوت خالص، انها مش شريره مش وحشه مش بتاع. فيعني انا حتى مش عايزه تبقى وحشه في العموم او شريره في العموم، لا مش وحشه ناحيه السود، فاهم قصدي؟ ومشهد لما راحت لرينيرا في اخر المسلسل، يعني انا بالنسبه لي المشهد ده اسوأ من مشهد لما رينيرا راحت لها في بدايه المسلسل. لان يعني المشهد الاخير اللي هو لما اليسنت راحت لها، مشهد ملهوش اي لازمه مش موجود في الروايه. طب كان ليه اصلا طالما انت في الاخر هتخلي ايدون يهرب من كينجز لاندنج ويروح اسوس؟ طب ليه عملت المشهد ده اساسا؟ طب ما هي كده رينيرا مش هتروح تقتل ايدون، وده هيسبب مشكله كبيره وممكن تتهم اليسنت انها هي اللي هربته، وحوارات كتيره. المشهد ما كانش له لازمه اساسا. وانا فاهم ان في ناس هيقول لك انت عمال تقول لي الروايه خلاص يا سيدي روح اقرا الروايه ومالكش دعوه بالمسلسل. يا عم تمام انا معاك، مش كل حاجه في الروايه ينفع انها تتعمل في المسلسل، بس في برضه مشاكل كتابيه ملهاش دعوه بالروايه خالص، زي التنقل السريع خلال المسلسل. يعني تمام انا فاهم ان التنانين يا سيدي انا اقدر اروح من اسكندريه للقاهره في دقيقه ونص، حلو، بالتنين بتاعي. بس احنا حتى شفنا ناس من غير تنانين بيسافروا في دقيقه ونص في المسلسل، اللي هو والله ايه انا في كينجز لاندنج انا هسافر دراجون ستون. تمام المشهد اللي بعدها انا وصلت دراجون ستون. طب يعني ليه؟ يعني امتى؟ ايه اللي المفروض ان السفر ده بياخد ايام، الايام دي حصل فيها ايه؟ على عكس اللي احنا كنا متعودين عليه خالص في مسلسل جيم اوف ثرونز. وعشان اكون حقاني في اخر موسمين في جيم اوف ثرونز كان فيهم نفس المشكله، اللي هو والله احنا برضه هنسافر من وينترفيل لدراجون ستون مثلا، وفجاه نلاقيهم وصلوا او ايا كان في اخر موسمين كان فيها المشكله دي. بس المواسم العظيمه من جيم اوف ثرونز المواسم الاولانيه ما كانش فيها خالص الكلام ده، احنا كنا بناخد الرحله معاهم فعلا. احنا هنقول احنا هنسافر في الحلقة التانية نوصل في الحلقة التامنة، كنا بنشوف ده بشكل حقيقي. ونيجي عند الحلقة الأخيرة، أنا بالنسبة لي هي حلقة كويسة ولكنها نهاية موسم سيئة جدا، لأن كان واضح إنها حلقة بتبني حدث كبير، بس الحدث ده إحنا مشوفناهوش، فاهمني؟ يعني إحنا كنا دايما متعودين الحلقة التامنة في جيم اوف ثرونز بتبني للحدث الكبير اللي هيحصل في الحلقة التاسعة. المشكلة بقى إن مفيش حلقة تاسعة، فاهمني؟ هي دي الأزمة يعني هما شالوا الحلقه التاسعه للموسم الثالث. وانا هديلك في النقطه دي كمان شويه. يعني انا طبعا شفت ناس كتير على النت يقول لك الحلقه الثامنه تحسها حلقه ثامنه من مسلسل 10 حلقات مش نهايه الموسم، ودي حقيقه، لان هو اساسا المفروض المسلسل كان هيبقى 10 حلقات.
وعلشان برضو ايه ما ادخلش يعني النقط في بعضها، فالنقطه دي انا هريك فيها قدام. فالحلقه الثامنه كنت تحسها تريلر للموسم الثالث، مش حلقه كحلقه، فاهم قصدي؟ مش الحلقه العاشره من جيم اوف ثرونز الموسم السادس مثلا، اللي هي ذا وينز اوف وينتر لو انا فاكر اسمها صح. فكنت تحس في النهايه ان الموسم مش مكتمل، ده مش موسم زي ما هو مكتوب. وممكن حد يجي يقول لي طب انت عمال تقول لي المسلسل كان بطيء، المسلسل كان ممل، المسلسل طب ما هو جيم اوف ثرونز احنا استنينا اول 19 حلقه عشان نوصل لمعركه بلاك ووتر ومش عارف ايه. ايوه انا مش بتكلم ان احنا عايزين كل حلقه معركه، ده عمره ما كان اللي مخلي جيم اوف ثرونز عظيم. اللي كان مخلي جيم اوف ثرونز عظيم هو العمق بتاع القصه اللي احنا ما شفناهوش خالص في الموسم الثاني من هاوس اوف ذا دراجون. بس انا متفهم ان الجيل الجديد اللي انا منه بالمناسبه يعني، بس انا بسبب فرجتي الكتير على الحاجات بقيت يعني فاهم ان مش كل حاجه ضرب وبتاع واكشن وكده، ان الجيل الجديد بقى حابب ان هو يشوف اكشن دايما. انا والله العظيم مش عايز اكشن دايما، انا بس عايزك تديني حلقات زي حلقات جيم اوف ثرونز، لان ده المفروض نفس العالم بتاع جيم اوف ثرونز بنفس الكاتب المفروض، واحنا ما شفناش ده. فين الخطابات زي خطابات تيريون لانستر او تايوين لانستر او اي حد من جيم اوف ثرونز؟ اي حد كان يقدر يدي خطاب احسن من اي خطاب في هاوس اوف ذا دراجون، مع احترامي يعني. احنا ما كناش عايزين معارك كتيره، بس على الاقل طالما انت مش هتديني عمق درامي خلاص اديني اكشن. لكن احنا وصلنا للبيك في الموسم في حلقه روكس ريست وخلاص كده، ده كانت اعلى نقطه في الموسم، ومن بعدها بقى احنا عمالين ننزل ننزل ننزل. احنا في جيم اوف ثرونز ما كناش كل يوم بنشوف باتل اوف ذا باسترز وباتل بيوند ذا وول وهارد هوم وباتل اوف كينجز لاندنج اللي هي كانت معركه سيئه بتاعت كينجز لاندنج. او انا كنت متضايق يعني اللي هي اخر حلقه في جيم اوف ثرونز دي خالص. انا كنت مش اخر حلقه، اللي هي كانت حلقه 5، انا كنت متقدر من جوايا يعني. فهي ممكن تكون كانت معركه حلوه، بس انا لا يعني، انا الموسم الثالث الموسم الثامن من جيم اوف ثرونز حاجه، رغم ان في حلقات حلوه بس انا متضايق يعني. طالما انت مش هيديني عمق درامي اديني معارك، او على الاقل اديني عواقب يا سيدي، مش لازم معارك. يعني معركه روكس ريست معلش احنا شفنا مين اللي مات فيها؟ شفنا رينس بس، ايدرون اتصاب وما ماتش. احنا كنا متعودين في جيم اوف ثرونز في كل نهايه موسم تموت لي شخصيه مهمه، او شخصيتين او ثلاثه كمان، المهم ان في على الاقل شخصيه واحده مهمه بتموت. احنا مين عندنا مش شخص مهم مات يعني؟ احنا مين؟ فيسيريس احنا من اول حلقه في اول موسم واحنا بنرتب له انه هيموت في النهايه، واضح من المرض وبتاع وكان ان هو في النهايه هيموت. مين بقى تاني؟ ما فيش، شفناش شخصيه تانية ماتت. ويا سيدي ما تموتليش شخصيه، فين كتابه السيناريو؟ طيب انت الموسم ده كله كنت بتحضر لي لمعركه زرالت اللي هي المفروض ان احنا هنشوفها في بدايه الموسم الثالث المفروض يعني، اتمنى علشان مش ناقصين لعب في الثوابت تاني. رغم ان احنا كان المفروض ان احنا هنشوف المعركه دي في الموسم ده، في نهايه الموسم ده في الحلقه التاسعه زي ما كنا متعودين من جيم اوف ثرونز يكون فيها معركه ذا باتل اوف ذا رالت، والمفروض ان المعركه دي تكون في اول حلقه من الموسم الثالث. مش عايزك بقى تقعد تبني لي وتقول لي اصل انا بهيئك لا احنا اتهيأنا بما فيه الكفايه في الموسم الثاني. فاحنا اهو ادينا قاعدين مستنيين سنتين عشان نشوف معركه ذا باتل اوف ذا رالت، اللي هي بالمناسبه يعني اللي مش عارف دي معركه ايه، دي تعتبر مصنفه كاعظم معركه بحريه في تاريخ ويستروس، وهتبقى بين اسطول شاركو لوهار وتايلاند لانستر واسطول طبعا كورليوس، واتمنى انهم يعملوها حلوه يعني زي ما هي موجوده في الروايه. فاحنا ولا اخدنا معركه ولا اخدنا كتابة سيناريو عادلة ولا حتى أخدنا معارك ملحمية، سوري مش معارك، مشاهد ملحمية زي في الموسم الأول عندنا المعركة بتاعة ديمون في ستيب ستونز، والمشهد بتاع رينيس لما طلعت من تحت الدراجون بيت وكانت ممكن تحرق الخضر بس هربت. ده مش معركة ولا في شخصية ماتت، بس ده مشهد ملحمي كان مشهد حلو. حتى ما حصلناش على المشاهد دي خلال الموسم ده. وطبعا نهاية الموسم كانت نهاية عظيمة اللي هو لما فيجار قتل لوسيريس. يعني احنا ما بنشوفش سياسات كتيرة في الموسم التاني، احنا بس شفنا ايه؟ شفنا ناس بيجمعوا الجيش بتاعهم، شفنا ركاب تنانين جداد وبس. في حاجة تانية احنا شفناها الموسم ده؟ لو في انت قولي في الكومنتس تحت. ونهاية الموسم كان واضح انهم عايزين يخلوها كليف هانجر زي نهاية الموسم الاول، اللي هي ما ظهرتش زي نهاية الموسم الاول خالص، بس هما كانوا خايفين ان هما مثلا ايه يورونا حاجات كتيرة ان احنا بقى ما نرجعش نشوف الموسم التالت لو ادونا معركة زرالت في نهاية الموسم التاني مثلا، اللي هو احنا كده كده هنرجع نشوف عادي يعني. هو احنا ما رحناش شفنا الموسم السابع من جيم اوف ثرونز بعد ذا باتل اوف ذا باسترز يعني؟ كانت يعني تفكير غبي بصراحه. فانا شايف ان 8 حلقات كانوا قليلين على الموسم الثاني. ونقطه تانية معلش عايز اتكلم عنها، انا ما اعرفش انا طولت عليك ولا ما طولتش يعني، بس انا قلت لك ان الفيديو هيكون طويل شويه معلش. ان احنا حسينا ان احنا قاعدين في اوضه واحده،
ما استكشفناش ويستروس وايسوس زي ما كنا بنعمل في جيم اوف ثرونز. انا هفضل اقارن لك طول الحلقه بجيم اوف ثرونز لان ده المفروض المرجع بتاعك وانت بتعمل لي هاوس اوف ذا دراجون. ان انا كلمتك من شويه على نقطه ان هم بيسافروا بسرعه، وان تحس ان دراجون ستون جنب كينجز لاندنج وهارين هول جنبهم الناحيه التانيه ومفيش بينهم غير مثلا ربع ساعه بالعربيه. بس هي الفكره ان احنا ما كناش بنطلع حتى من اماكننا. احنا طول الموسم كينجز لاندنج دراجون ستون هارين هول، كينجز لاندنج دراجون ستون هارين هول. طب احنا كنا في جيم اوف ثرونز بنروح دورن، بنروح ايسوس، بنروح برافوس، بنروح حتت كتيره. فاهمني؟ يعني احنا حتى في نهايه الموسم رغم ان هو ما كانش مشهد افضل حاجه، بس لما شفنا تايلاند قاعد مع الترياركي او التحالف الثلاثي حسينا ان يعني شفنا ناس جديده، شفنا اماكن جديد، ناس شكلهم مختلف، شفنا واحد شبه احمد عيد. انا اعتقد ان المشكله دي مش هتكون موجوده في الموسم الثالث، لان هيبقى في معارك كتير بتحصل في اماكن مختلفه، بس دي كانت مشكله فعلا واضحه في الموسم ده. ويعني انا هرد على نفسي في نقطه ان المسلسل 8 حلقات وكده. احنا في اخر سنتين تقريبا من بعد موضوع المظاهرات بتاعه الكتاب دي ما بقيناش بنشوف مسلسلات 10 حلقات كتيره، بقت اغلب المسلسلات فعلا 8 حلقات. وممكن يكون برضو الموضوع بسبب التكلفه، او زي ما قلت لك ان هم كانوا عايزين يخلونا اللي هو احنا نفضل محمسينهم للموسم الثالث فما ندهمش حاجات زياده يعني. بس انا لسه برضو عند رايي ان المسلسل ده او الموسم ده موسم 10 حلقات مش 8. انت بحلقتين كمان كان ممكن تخليه احسن من الموسم الاول. والله حتى بعد كل الشتايم اللي انا عمال اشتمها في الموسم ده، انت بحلقتين زياده معمولين صح كان ممكن تخليه موسم افضل من الموسم الاول كمان. وهرجع واقول لك تاني كنا المفروض نشوف معركه ذا رالت، كان لازم نشوفها. معركة بالحجم ده كان لازم تتعرض في موسم زي ده، لان ده مش المسلسل اللي هو والله انا هعمل لك 8 حلقات عشان تفضل مستني. ده مش لا كاسا دو بابيل ولا ده مش بيريزون بريك، رغم ان بيريزون بريك اساسا ما فيهوش موسم 8 حلقات. بس انا فاهم قصه قصص المسلسلات اللي هي زي لا كاسا دو بابيل وزي بيريزون بريك وزي سكويد جيم، اللي هو انت بتخلص الحلقه عايز تشوف الحلقه اللي بعدها وبتاع وكده. هاوس اوف ذا دراجون وجيم اوف ثرونز مش من نوعيه الحلقات دي. انت بعد اي حلقه من جيم اوف ثرونز، مش هذكر لك حتى اسامي حلقات، ذا رينز اوف كاستمير او اي حاجه، بعد اي حلقه من الحلقات دي انت مش قادر تشوف حلقه تانية، انت حاسس ان انت شبعت. فاهم قصدي؟ دي التيمه بتاعت عالم جيم اوف ثرونز. ف حركه رخيصه ان انت تقول لي. هما طبعا ما قالوش بس انا حاسسها كده، يعني اللي هو انا مش هديكوا كل حاجه في الموسم ده عشان تفضلوا قاعدين معانا يا راجل يعني. ونيجي بقى لنقطة كمان، أليسنت ورينيرا، يعني دول المفروض انهم شخصيتين شريرتين في الرواية. تمام، مش شرط شريرتين في العموم، يعني انا مش بتكلم على هانس ليندا ولا بتكلم على ذا جوكر مثلا، لا انا بتكلم شخصية فيلن بالنسبة للشخصية التانية. تمام، المفروض ان الشخصيتين شخصيات عنيفة وشخصيات قوية وبتاع. في المسلسل هما كيوت قطط خالص، يعني اللي هو حاجة يت يت كده، فاهم؟ وحتى جورج ار مارتن طلع اتكلم وقال لك ان كتاب السيناريو مش بياخدوا المحتوى الاساسي، وهو ما اتكلمش على هاوس اوف ذا دراجون بالتحديد، اتكلم على هاري بوتر واتكلم على كتاب روايات كتيره الروايات بتاعتهم ما اتاخدتش بشكلها الحقيقي. واتقال ان جورج ار مارتن هيكون موجود في الموسم الثالث ككتابه يعني. وهنشوف ايه اللي هيحصل. هما تقريبا كل موسم لاي مسلسل بيقولوا الجمله دي قبل ما نشوفه، وفي الاخر بيطلع حاجه تقرف يعني. يعني انت شخصيه اليسنت وشخصيه رينيرا لما تيجي تبص في جيم اوف ثرونز على شخصيه سيرسي لانستر، شخصيه سيرسي لانستر شخصيه شريره، انا بحبها بس هي شخصيه شريره، شخصيه ممكن تعمل اي حاجه عشان الملك وعشان ولادها، حتى لو الحاجات دي حاجات فظيعه، حاجات ما تتعملش اساسا، ولكنها شخصيه مكتوبه كويس. فانت لما بتشوف شخصيه زي دي مكتوبه كويس، في ناس طبعا بيكرهوا سيرسي لانستر حتى شافوا المسلسل كله، وممكن يكونوا قرأوا الروايه كمان وبيكرهوا سيرسي لانستر. انا قريت الروايه وشفت المسلسل وبحب سيرسي لانستر، مع اعترافي انها شخصيه شريره. فليه بقى شخصيه اليسنت وشخصيه رينيرا ما خدتش نفس العمق ده؟ وانا فاهم ممكن حد يقول لي اصل سيرسي لانستر انت قعدت معاها 8 مواسم، انما اليسنت ورينيرا احنا لسه مخلصين الموسم الثاني. سيرسي لانستر من نهايه الموسم الثاني انت كنت فاهم دوافعها وكنت فاهم هي ليه كده. فزي ما تقول هو في المسلسل كده هم مش عايزين يخلوا ولا شخصيه تكون شريره بالزياده. فاهم قصدي؟ اللي هو لا يعني خليهم برضو فيهم نقطة طيبة، خليهم حلوين، خليهم فاهم كده. معرفش ليه هم عاملين كده تقريبا مع كل الشخصيات في المسلسل. انا كده يعتبر خلصت العيوب يعني بتاعت المسلسل. بس يعني ممكن برضو نقطة ان الموسم التاني ممل عن الموسم الاول، لان احنا في الموسم الاول اخد 20 سنة في زمن القصة، الموسم التاني تقريبا اخد كام شهر، فاهم؟ فده برضو سبب برضو ان ما كانش فيه تايم جامبس في الموسم التاني خالص، ولا كان فيه احداث ممتعه. يعني ما هو جيم اوف ثرونز ما كانش فيه تايم جامبس، بس كنت انت بتبقى قاعد مستمتع، قاعد مستمتع بالكلام، بالاكشن، بالخطابات،
بالتمثيل، باي حاجه. الموسم ده ما كانش فيه حاجه من الحاجات دي. فانا كده يعتبر خلصت العيوب، بس عايز اكلمك دلوقتي على نقطه ان كان المسلسل المفروض ان هو هيتعمل حلقتين كمان، ولكنهم لغوا النقطه دي، وعايزين نشوف ايه اللي كان هيتعرض في الحلقتين اللي ما اتعرضوش دول. لان زي ما احنا شفنا بعد الحلقه الثامنه نزلوا على طول تريلر مسلسل ذا هيدج نايت، فارس الممالك السبع ده، اللي هو ايه، احنا معاكم السنه الجايه، ها ما تنسوناش، مش عارف ايه، واللي هو كانهم بيلهونا عن النهايه اللي ما عجبتش حد يعني. من ضمن الحاجات اللي هي اتسربت واللي هي كانت المفروض هتبقى موجوده ولكنها ما ظهرتش في المسلسل، ان تريجر ستارك كان المفروض ان هو هيبقى هو اللي بيقود جيش الستاركس اللي عدى من ذا توينز، اللي احنا شفناه في الحلقه الثامنه، في نهايه الحلقه الثامنه، انهم فعلا صوروا الممثل وهو ماشي قصاد الجيش، ولكنه ما اتعرضش، ما اعرفش ليه. بس انا هقول لك القصه من اولها. ان هو في اخر 2022 اتش بي او نزلت قالت ان هيبقى في موسم تاني للمسلسل، وفي اول 2023 الكتاب ابتدوا يكتبوا المسلسل، وكتبوا 10 حلقات مش 8، وابتدوا يصوروا في ابريل 2023. بس قبل ما يبتدوا يصوروا باسابيع قصيره، وورنر براذرز اللي هي الشركه الام الاتش بي او طلبت ان هم يشيلوا الحلقتين الاخريتين دول، وان هم يبقوا 8 حلقات بس. فدي كانت اوامر سياديه زي ما بيتقال كده، فالكتاب اضطروا ان هم يضغطوا ال10 حلقات في 8 حلقات بس، وان هم يشيلوا حاجات كمان من القصه. فده ادى ان الخطه بتاعه الكتاب الاوليه تتلغي. وبالمناسبه الخطه الاوليه بتاعه المسلسل اللي هي العشر حلقات دي كان فيها معركه ذا رالت اللي انا لسه قايلها لك من شويه، واللي طبعا ورنر براذر شالتهم علشان والله احنا معناش فلوس، فاهم؟ فكان المفروض ان الحلقه الثامنه بتهيئ للحلقه التاسعه اللي هي كان هيبقى فيها معركه كبيره او حدث كبير، وفاه شخصيه مهمه او حاجه زي كده. والحلقه العاشره زي ما احنا متعودين في جيم اوف ثرونز كانت الحلقه اللي بتلم اوراق الموسم، ونبقى قاعدين ريلاكس، قاعدين هاديين، مفيش معركه او حاجه في الحلقه العاشره. وهو المفروض ان المسلسل ده 4 مواسم، فاحنا لسه مش متاكدين هل الموسم الثالث والرابع هيبقوا 8 حلقات بس ولا لا، ولكن غالبا هيبقوا 8 حلقات بس، ومفيش مواسم تانية 10 حلقات جايه. وده على كلام الكاتب نفسه بتاع المسلسل، لان حسب اللي انا فهمته ان اتش بي او نفسها كانت عايزه المسلسل يكون 10 حلقات، وعايزه المسلسل يكون زي ما كان مخطط له، ولكن زي ما قلت لك الموضوع ده اوامر سياديه من ورنر براذرز اللي هي المالكه الاتش بي او. فالمفروض ان الموسم الثالث بدايته هتبقى ذا باتل اوف ذا رالت، بما ان الفلوس ما كانتش موجوده في الموسم الثاني، فالموسم الثاني جاب مشاهدات وجاب ناس واكيد اشتركوا في او اس ان او اتش بي او، فاكيد يعني هتخلوها في بدايه الموسم بقى، خلاص جت فلوس، لان زي ما قلت لك دي بيتقال انها اكبر معركه بحريه دمويه في تاريخ ويستروس. وراين كروندل كاتب المسلسل قال ان ممكن في احداث مهمه في المسلسل تتغير من الروايه، فهنشوف برضو ده هيمشي ازاي، ان هم ممكن يغيروا حاجه بقى في مصير رينيرا او بتاع. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي في النقطه دي، ان هم مثلا ايه، عارفين ان الناس كلها عارفه احداث المسلسل او قراء الروايه عارفين احداث المسلسل، ف نفاجئهم يعني. ولو عملوها بشكل حلو انا مش هعترض والله، المهم بس انهم ما يبوظوش النهايه ويقول لك اصل احنا قلنا نغير، فاهم؟ المفروض ان تصوير الموسم الثالث هيبتدي في بدايه السنه الجايه، ولكن لسه ما قالوش اي حاجه عن القصه لحد دلوقتي. ومسلسل فارس الممالك السبع هينزل السنه الجايه برضه. بس تعالى نتكلم على اخر حاجه في الفيديو ده، وهي توقعات الموسم الثالث. فخلي بالك لان انا ممكن احرق حاجات انت ما تكونش عايز تسمعها، فلو مش عايز تسمع ده اخر جزء في الفيديو، انا خليته اخر جزء عشان كده اقفل الفيديو خلاص. زي ما انا قلت مليون مره في خلال الفيديو ده، ان المفروض بدايه الموسم الثالث هيكون فيها ذا باتل اوف ذا رالت. المعركه دي بتكون في البحر بين الخضر بقياده تايلاند والتحالف الثلاثي اللي معاه والاسطول بتاعهم، والسود بقياده طبعا كورليوس والسفينه بتاعته ذا كوين هو نيفر ووز. جيسيريس برضه هيشارك في المعركه دي بالتنين بتاعه. والناحيه التانيه عندنا هيو هامر واولف غالبا هيشاركوا مع الخضر، هيقلبوا على الرينيرا وهيروحوا للخضر، لان احنا شفنا في نهايه الموسم الثاني شخصيه اولف الحقيقيه ظهرت بعد ما قدر ان هو يروض التنين، ان هو بان ان هو شخصيه متعجرفه وعايز يبقى كل في الكل ومش عارف ايه. بعدين عندنا المعركه بين ديمون وايمون بتنانينهم كراكسس وفيجار. المعركه دي هتكون فوق بحيره عين الاله، الشخصيتين هيموتوا فيها، ودي طبعا هتكون حاجه كبيره في احداث المسلسل. ودي كانت نبوءه هيلينا في الموسم الثاني ان هما الاثنين هيغرقوا في بحيره عين الاله. واعترض طبعا ان احنا هنشوف ديرون في المسلسل، ابن اليسنت الصغير وابنها الرابع، اكيد هيشارك مع عيلته يعني في الاحداث. وغالبا هنشوف رينا برضو، وهي بعد ما روضت شيب ستيلر برضو هتشارك معاهم في الاحداث. بس طبعا مش كل ده اكيد ان هو يحصل، لان زي ما قلت لك من شويه الكاتب قال ان هو ممكن يغير بعض الحاجات بغرض المفاجاه يعني. المفروض ان الموسم الثالث هينزل في 2026، زي كده الفرق بين الموسم الاول والموسم الثاني. وانا اعتقادي الشخصي ان هو المسلسل هيبقى 4 مواسم بس، ده اعتقادي يعني، هو ما عنديش معلومه او هما ما قالوش، بس حسب رؤيتي كده من القصه والمسلسل ماشي ازاي اعتقد ان هو هيكون 4 مواسم وهيقفل. ولكن احنا السنه الجايه عندنا مسلسل فارس الممالك السبع، وده ان شاء الله برضه هنتكلم عنه في القناه.
فاعمل لايك وسبسكرايب وخليك متابع. ودي كل حاجه احنا نعرفها لحد دلوقتي عن الموسم الثالث من هاوس اوف ذا دراجون. فبشكل عام الموسم الثاني من هاوس اوف ذا دراجون فيه مشاكل، ولكنه مش موسم كارثي يعني، والمفروض ان هو هيئنا الموسم الثالث. المفروض ان الموسم الثالث يكون موسم ما حصلش يعني. الموسم كان فيه اعلى حلقه تقييم في الموسمين بشكل عام، اللي هي حلقه روكس ريست. بس في نفس الوقت متوسط التقييمات بتاعه الحلقات اعلى بكتير من متوسط تقييم الحلقات بتاعه الموسم الاول. ان في حلقات متقيمه 6 وشويه و7 وشويه، والكلام ده ما كانش موجود الموسم الاول خالص يعني. فبس كده، ليه الموسم التاني ما كانش احسن حاجه؟ لو حابب تسمع شرح لكل حلقه من المسلسل ادخل عندي على القناه، او شوف في الديسكريبشن، ممكن اكون سايب لك لينكات الحلقات كلها، شارح لك كل حلقه في المسلسل على حده يعني وكل التفاصيل اللي فيها، ما سبتش حاجه. وعايز اسمع رايك في الكومنتات، ايه رايك في الموسم التاني بشكل عام والنهايه بشكل خاص يعني. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك لان ده حقيقي بيساعد، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب. والانتساب اتفتح في القناة، هتلاقي ميزات حصرية في الانتساب، حاجات فعلا هتعجبك وبسعر بسيط جدا يعني، مش حاجة. تقدر برضو تروح تشوف. وانا تعبت، انا هتكلم بقالي كتير قوي، ولو كملت معايا للاخر يعني فانت بطل والله. انا شخصيا ما كنتش هكمل معايا للاخر. وبس كده، والسلام عليكم.